السلام عليكم. بعد الانتخاب ديالو كرئيس جديد لفريق الرجاء الرياضي، السي محمد بودريقه اللي جا بلاصه الرئيس السابق عزيز الهضراوي اللي هدر كتر ما خدم وضيع موسم من مسيره الرجاء بدون ما يقدم حتى شي حاجه من غير الهضره الخاويه والوعود الكاذبه. باشر الرئيس الحالي المهام ديالو بتعيين طاقم تقني جديد اللي على الراس ديالو المدرب الالماني زيمباور اللي بدا الخدمه بتتبع اللاعبين الحاليين للفريق، منهم اللاعبين اللي باقي العقود ديالهم طويله مع الفريق وكيتعتبروا من الركائز مثل المقدم وبن تايك وزريده والمكعازي وبوزوق، بالاضافه للاعبين اللي غادي تسالي العقود ديالهم بنهايه الموسم بحال العميد انس الزنيتي والمدافع الهدودي وعبد الاله حفيظي والزرهوني وخابه. وكيشتغل المدرب كذلك بتتبع اللاعبين المعارين مثل سبول وسكحان وغايه مرباح واكسيل ماي والصاعدين مع يوسفية برشيد عمران فدي والإشبيلي عن طريق تتبع مقاطع الفيديو وإحصائيات اللاعبين. وبعد ما قام بودريقة بتجديد جوج ديال العقود ديال اللاعبين، روجر اهولو اللي كيتعتبر من الركائز وصمام امان خط الوسط والشاب احمد كامارا، توصل الرئيس الاتفاق مع العميد انس الزنيتي لتجديد العقد لموسم قابل للتجديد بشرط ياخذ نصف الراتب الشهري فقط، وهذا الشيء اللي وافق عليه الحارس ليبقى الاعلان الرسمي عن التجديد فقط. وبهذا الشيء غادي يضطر فريق الرجاء الرياضي لبيع او اعاره الحارس المعار لاتحاد طنجة غايه مرباح اللي عنده عروض من بركان وطنجة في حاله ضمان البقاء في القسم الاول. وكان محمد بودريقه تحدث على الانتدابات في المرحله الانتخابيه ديالو وقال انه غادي يجيب 4 ديال اللعابه مزيانين بالتشاور مع الاداره التقنيه، وهذا الشيء اللي بدا كيبان من خلال اتفاق مع اللاعب هاشم دومينغو اللي وصل لمدينه الدار البيضاء من اجل التوقيع الرسمي بعد اجراء الفحص الطبي. وكيشتغل اللاعب الجنوب افريقي اللي عنده 27 سنه ومركز وسط ميدان هجومي واللي غادي ينتقل للرجاء بصفه لاعب حر بعد انتهاء العقد ديالو مع نادي سان داونز. اما الاحصائيات ديال هذا الموسم فراه ما لعبش بزاف ديال الماتشات بحكم الاصابه، بحيث لعب 17 مباراه منها 14 مباراه في الدوري الجنوب افريقي وجوج مباريات في دوري ابطال افريقيا ومباراه واحده في الكاس، واستطاع يسجل 4 أهداف وصناعه هدف واحد فقط. ورغم الاحصائيات اللي نقدروا نقولوا انها ضعيفه لهذا اللاعب لا من خلال هذا الموسم ولا المواسم السابقه، فراه المدرب الالماني مصر على التوقيع معاه اللي غادي يكون بشكل رسمي بعد الفحص الطبي. ومن خلال الاخبار الرائجه بالقرب من مركب الوزيس، فراه مكتب الرجاء كيفاوض لاعب افريقي اخر، والامر كيتعلق باللاعب الطوغولي اسماعيل اغورو اللي عنده 27 سنه وكيلعب في مركز راس حربه في الدوري الاثيوبي وبالضبط فريق سيان جورج اللي عنده معاه عقد كيمتد حتى نهايه الموسم 2024. حتى المنتخب الطوغولي الاول اللي شارك معاه من 2019 حتى لدابا في 9 مباريات وما سجل حتى هدف. اما الاحصائيات ديالو مع الفريق الاثيوبي في هذا الموسم فراه شارك في 47 مباراه واستطاع يسجل 36 هدف. هذا الشيء اللي كيبين ان اللاعب عنده حس تهديفي عالي بالرغم من ان الدوري الاثيوبي كيتعتبر دوري ضعيف الى متوسط. كما اكدت بعض الاخبار التحاق عبد الله خفيفي بالرجاء بعد مغادره الهدهودي وتوقيف المفاوضات مع العسال. وبخصوص التقييم الشخصي ديالي لجوج اللاعبين الافارقه فراه غنعطيهم 6/10 في حاله التوقيع الرسمي، بحكم انه خاصهم الوقت من اجل استعاده الجاهزيه والتأقلم مع الفريق الأخضر، عكس بعض اللاعبين اللي كيكونوا أساسيين في الفرق وكيلعبوا بشكل منتظم وكينافسوا في دوريات كبار على الألقاب. هذه هي نوعية اللاعبين اللي كيطالبوا بهم جمهور الرجاء الرياضي.